الكبار والصغيرين عارفين إن الزومبي هو الشخص المرعب اللي بيخوفوا بيه الأولاد وبيظهروه في شكل الميت الحي في أفلام الرعب الأمريكية. وفي الحقيقة الشخص ده كان مؤثر جدا في المجتمع، عشان كده الشاشات العدوانية بكل آلياتها سخرت منه وخلته مسخ مرعب. جينجا زومبي أو دوز بالميراس زومبي، قول عليه زي ما تحب، لكن اللي عايزك تعرفه عنه إنه تعرض لأسوأ وأبشع أنواع الظلم بعد ما كون مجتمع قوي قادر على التحرر من العبودية، لكن للأسف تم التمثيل به حيا وتشويه صورته بعد وفاته. احنا هنا عشان نقولك القصة الحقيقية بالكامل ونلقي الضوء على مسيرته وحياته ونهايته المأساوية. جهز نفسك وجمد قلبك لحلقة من العيار التقيل عشان تعرف فيها كل المستخبي في القصة الغامضة. أنا محمد فرج، جايلك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي معانا في حياة زمان. في البداية كده لازم نعرف ايه أصل الكلمة. كلمة زومبي أو الموتى الأحياء ده مصطلح لوسائل الإعلام بيوصفوا بيه الشخص النايم المجرد من الوعي. وفي أواخر القرن ال19 اكتسبت شخصية الزومبي شعبية وشهرة كبيرة، خاصة عند الأطفال والمراهقين، وبشكل خاص في أمريكا الشمالية والفولكلور الأوروبي وفي العصر الحديث برضه، لأنه تم تطبيق مصطلح الزومبي على الموتى الأحياء في أفلام الظلام والرعب، وتم تصوير فيلم يمثلهم سنة 1968 واللي كان باسم ليلة الحي الميت. تعال نرجع بالتاريخ لكم قرن عشان أقول لك أصل الحكاية. في الفترة بين القرن ال16 وال19 ازدهرت تجارة الرقيق وزادت الحاجة للأيدي العاملة في فترة اكتشاف الأمريكتين، وده كان عشان العمل في مزارع البن والقطن والكاكاو وقصب السكر ومناجم الذهب والفضة والبناء والتشييد والخدمة برضه في المنازل وغيرها. في الفترة دي قدر بعض الأفارقة تعليم أسيادهم البيض عدد من المهارات اللي لم يكن السيد يعرف عنها شيء، خصوصا في مجالين اتنين وهما الزراعة والبناء. الدول الكبيرة كانت في الوقت ده ما بتوقفش نهب في الدول اللي عندها ثروة، بتحاول تفتتها وتظهر العصبية والقبلية في النفوس عشان تدخل تلاقي المجرمين والخونة فاتحين أبواب المدينة بنفسهم. والأمريكتين في الوقت ده كانت مليانة بخيرات ربنا، ولما خدت البرتغال غنيمتها فكروا مين هينقل أهرامات الذهب من البرازيل للبرتغال، لأنها طبعا عايزة إيد عاملة كتير. يعمل المختل يهجم على سواحل الدول الإسلامية في الغرب الأفريقي ويؤسر القرى الآمنة في نص الليل، يصطادوا الناس حرفيا زي الحيوانات ويدخلوهم في سجون بقاع السفن عشان توصل أفواج العبيد المسلمين للبرازيل. ده كان أول مرة عام 1538. في خلال 40 سنة اتنقل 14,000 مسلم مغلوب على أمره للبرازيل، وكانوا من جذور إسلامية وعارفين كمان اللغة العربية وبيقروا القرآن الكريم، والكلام ده بتأكده الوثائق التاريخية المحفوظة في المتاحف البرازيلية. ده تاريخ يا سعادة البيه، محدش يقدر هنا ينفيه زي الأفلام اللي شوهت كل حاجة. الناس دي تم منعها من ممارسة الشعائر الدينية وأجبروا على التنصر، وتم استخدام ضدهم أفظع الطرق الوحشية من جلد وحرق وتشويه واعتداء جنسي على كل اللي ما كانش بيسمع كلامه. في ظل الظروف القاسية دي بدأ المسلمين بالهرب داخل الغابات والأدغال لبناء مجتمع خاص بيهم أطلق عليه أحراش الزنوج من أجل التمرد على السيد الأبيض. واندلعت بينهم وبين البرتغاليين معارك كتير جدا كان فيها طبعا الانتصار للأبيض الأقوى بسبب توفر الإمكانيات العسكرية. مقاطعة بالميراس سعت إنها تحقق الاكتفاء الذاتي بعيدا عن قيود المحتل عشان تقدر تقف تواجه الاستعمار والاستعباد البرتغالي، وده بعد ظهور أفراد بيدعوا لقيام الدولة والخلاص من الاحتلال بلا رجعة. طب قول لنا ازاي عاشت بالميراس وحققت الاكتفاء الذاتي في الظروف الصعبة دي؟ عاشت الدولة الصغيرة على نظام المقايضة مع المستوطنات المجاورة، خصوصا في السلع الزراعية. قاموا بزراعة التبغ والفاصوليا وقصب السكر والبطاطا، وتم فرض الضرائب بسبب الخدمة الاجتماعية، وتم فرض عقوبات منظمة للحياة اليومية زي فرض عقوبة الإعدام على الزنا والسرقة. أسسوا جيش قوي منظم وأقاموا الأبراج العالية من أجل الدفاع عن نفسهم ضد أي هجوم. سنة 1655 ولد زومبي،
وكان خاله زومبا هو قائد المستوطنة. ومن صغر زومبي كان بيخوض حروب كبيرة ضد البرتغاليين لحد ما عقد زومبا معاهدة مع البرتغاليين واللي نصت على تحرير العبيد الهاربين مقابل ان المكان يخضع للسلطة البرتغالية. فرفض زومبي الاتفاقية وقاد انقلاب على خاله، واللي اتقال انه مات مسموم على ايد اتباعه الرافضين للمعاهدة. قاد زومبي الحرب سنين طويلة ودعا الى اتباع العقيدة الصحيحة. عاشت بالميراس في عهده أزهى أيامها، وتوسع في عصره المد الإسلامي في البرازيل. ساهم في تنوير المواطنين بالشريعة الإسلامية، وشجع رجال الدين على نشر الوعظ والإرشاد، وعمل على تذكيرهم بأصولهم الإسلامية. وما وقفش عند هنا وبس، ده أعلن عن قيام دولة البرازيل الإسلامية. بدأت معارك زومبي ضد البرتغاليين واللي امتدت لفترة طويلة، واحتل أكتر من 20 موقع من ولاية بهايا البرازيلية وضمها لدولته. لكن من كتر الحملات اللي قام بيها البرتغاليين كانت سبب في ضعف دولته، بس ده ما وقفوش عن متابعة المقاومة. الحملات فضلت من المحتل على زومبي وأتباعه للقضاء على دولة الإسلام في البرازيل، ولكن سيف زومبي دوس بالميراس كان حاضر بكل قوة، أذاقهم الويلات وألحق بهم الهزائم الكبيرة والقوية. فضل يتصدى لحملات التنصير لمدة 50 سنة، وبسبب كثرة الحملات النصرانية بدأت الدولة تدريجيا تضعف، وضاعت أكتر بعد إصابته في إحدى معاركه إصابة بالغة في قدمه، مما أدى إلى كثرة الخيانات وسقوط الدولة، وبالتبعية سقوط زومبي. سنة 1695 تم القبض على زومبي، وكانت نتيجة خيانة أحد أتباعه، واللي تم تهديده بالقتل لو ما بلغش عن مكان قائده. فقتل جانجا زومبي بعد ما اعتقل، وقطع رأسه وأعضاؤه التناسلية، كما تم التمثيل بجثته. ومن ثم تم عرضها على المدن الكبرى لتخويف كل من تسول له نفسه بالثورة على المستعمر. ومن ساعتها يا سيدي بقوا يستخدموا كلمة زومبي في التخويف بعد اللي حصل للقائد زومبي لما ما سمعش كلام المحتل وقرر انه يرجع الحق لاصحابه ويقوم دولة إسلامية في البرازيل. استمرت الإبادة لكل مواطني بالميراس لمدة تجاوزت العقدين من الزمن، فقتل منهم من قتل، وتم أسر وبيع بعضهم الآخر، وده لمنع أي محاولة للم شملهم من جديد. دمرت وفقدت كل الوثائق المتعلقة بالحركة الثورية اللي قادها زومبي في البرازيل. المحتل تعامل مع أتباعه بالقتل والبيع في سوق العبيد، حتى لم يبقى لجانجا زومبي تاريخ يذكر. فعمدت الجهات المعادية بحملات إعلامية هوليودية تظهر فيها شخصيات مشوهة بأبشع الصور والأفعال الوحشية، وإسقاط اسم البطل زومبي والمسلمين عامة عليها. وده اللي بنلاقيه كتير جدا في الأفلام السينمائية وألعابهم الإلكترونية الخبيثة. ما كانتش ثورة زومبي هي الوحيدة في تاريخ البرازيل ضد المستعمر، لكن زومبي كان أكثرهم شهرة، وده عشان قوته وامتداد ثورته، فأصبح شخصية تاريخية عظيمة في تاريخ البرازيل. صنعت حوله الأفلام السينمائية البرازيلية، وكمان كان له تمثال من البرونز لتخليد نضاله الطويل. ويا ريتنا بالتماثيل نقدر نوفي قدر الأبطال اللي رفعوا عن الناس الغمة والضلال. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. السلام عليكم ونشوفكم على خير.